أهلا أصدقائي، وحشتوني أوي. فصل جديد من فصول شينج والأمور سنان، ونكمل القصة بتاعتنا لحد ما وقفنا. شينج كانت في أوضتها وكانت سرحانة وبتفكر وبتقول مع نفسها إن مدرس الرياضيات طلع مخبي عليهم حاجات كتير، عشان هو طلع بيكتب الروايات. ده بجانب شغله مع مهنته كمدرس. وكمان المدرس ده أشهر الروايات طلعت بتاعته. وقتها شينج فضلت تكلم في نفسها، وبعدها هي بصت على الساعة وبتقول يا ترى سنان بيعمل ايه دلوقتي؟ يا ترى هو نام ولا لسه؟ وفضلت تفكر فيه وبتقول إن الطفل اللي هي قابلته في عمره الخامسة كبروا مع بعض، وهما مع بعض بقالهم 13 سنة. وبتقول إن اليوم اللي هي اكتشفت إنها عندها مشاعر تجاهه، وقتها هي خدت قرارها إنها تكون جنبه في المستقبل. وهي ذاكرت كويس وداست على نفسها عشان الجامعة تقبلها، وهي نفس الجامعة اللي سنان فيها. وفضلت تفكر وتقول إنهم عايشين دلوقتي تحت سقف واحد وفي بيت واحد، وهي مبسوطة جدا وبتقول إن أمنيتها تحققت. فجأة وهي واقفة وسرحانة جه سنان وبيقول لها يا ترى ايه اللي انتي اتمنيتيه وتحقق ده؟ شينج اتفاجئت جدا لما شافته. بعدها هي لسه هتتكلم، سنان قال لها اسكتي لحسن اخوكي يسمعنا. بعدها شينج قالت له انت ما نمتش ليه لحد دلوقتي؟ انت لسه ما تعودتش على المكان الجديد؟ هو رد عليها وقال لها عشان انتي وحشتيني، وهو مش عارف ينام غير لما يشوفها. شينج وقتها اتكسفت وبتقول في نفسها برقة كده ازاي هو ممكن يكون شخص لطيف لما بنكون مع بعض. بعدها فجأة هو حضنها وهي سرحانة فيه، بس بعدها هي هزرت معاه وفضلت تضحك. فجأة وهم واقفين جه أخوها وشافهم وبيقول لهم انتوا واقفين هنا ليه؟ تاني يوم الصبح أخو شينج جمع سنان وشينج وسأل على اللي بيحصل بينهم، وقال لسنان ابدأ انت بالكلام. فجأة سنان رد عليه وقال له ببساطة كنت بعانق حبيبتي فقط، مفيش أي مشكلة. رد أخو شينج وقال له بضحكة حبيبتك قبل ما تكون حبيبتك هي أختي الصغيرة. وبعدها جه الكلب، وأخو شينج قال للكلب إنه هيكون مع شينج من هنا ورايح عشان سنان ما يقربش من شينج بعد كده. وسنان طبعا قلقان من الكلب
عشان من الأول مفيش تفاهم بينه وبين الكلب. نيجي لجاي، كان قاعد وماسك تليفونه وباصص فيه وبيشوف الرسائل اللي كانت بينه وبين شينج، وسرحان وبيفكر مع نفسه وبيقول إنه هيشوف شينج بكرة بعد مرور 3 سنوات على آخر لقاء بينهم، وبيسأل نفسه يا ترى هي شكلها عامل ازاي دلوقتي. بعدها جاي وهو قاعد جه صاحبه، وجاي قاله أخيرا جيت يا جيرمي، وسأله إنه عايز يروح معاه المشوار بتاع بكرة اللي هو مقابلة شينج. وقتها جيرمي اتفاجئ وقاله هتروح تقابل البنت اللي بتحبها؟ وقاله غريبة إنك لسه بتحبها رغم إنكم ما شفتوش بعض لفترة طويلة. وقاله إيه اللي هيحصل لو سنان خلاها تبعد عنك؟ جاي بيضحك وبيقول مستحيل سنان يقدر يعمل كده. نيجي لسنان وشينج، كانوا واقفين في المطبخ، وشينج وقتها بتقول إنه جاي بعت لها رسالة عشان يتقابلوا بكرة في الكافيه. رد سنان عليها ببرود وقال لها ماشي. فهي قالت في ايه؟ سنان قال لها مفيش حاجة، بس مر وقت طويل على آخر مرة شفنا جاي. شينج سرحت وبتقول مع نفسها إنها كل لما بتجيب سيرة جاي سنان بيتصرف بطريقة غريبة. تاني يوم شينج بتنادي على سنان عشان يمشوا. بعدها سنان جه وقال لها استني. راح مسك ايديها وبعدها حضنها. نيجي لبعد كده، جاي وصديقه جيرمي مستنيين وصول سنان وشينج، وجاي متوتر عشان ما شافش شينج من فترة كبيرة. وبعدها جت شينج وجاي شافها من بعيد وسرح فيها. وبعدها فجأة بيبص لقي سنان جنبيها، وشينج وقتها شاورتله، فراحوا عندهم. وجاي لاحظ عليهم قربهم من بعض وكمان لابسين زي بعض، فبيقول لهم في ايه؟ في حاجة بينكم؟ سنان قرب من شينج ورد عليه وقال له انه زي ما انت شايف كده احنا مع بعض. وقتها جاي اتحرك جدا واتضايق واتحجج وقال لهم انه هيروح الحمام وهيجي. وراح جاي الحمام وكان باين عليه الزعل. فصديقه جه وقال له انت مفكر انها تستنى 3 سنين عشانك؟ وقال له خلاص ما تزعلش، هنلاقيلك بنت تاني غيرها. رد جاي عليه وقال له انت بتقول ايه يا جيرمي؟
في ناس بترتبط وبتنفصل عادي، محدش عارف هيحصل ايه في المستقبل. الأمر لسه منتهاش. بعدها جاي وصديقه جيرمي جم، وهم قعدوا، وجاي بدأ بالكلام وهو مبتسم، وقال لها إن السبب اللي خلاه يدور عليها هو عشان الكتابة بتاع الروايات، وهو قال لها على الشخص اللي كلمها في التليفون عشان الكتابة، وفكرها بيه، وقال لها هو ده المدرس اللي كان بيدرس لهم قبل كده، وهم هيعملوا المسابقة في الكتابة، وهو اختارها هي، وجاي دور عليها عشان كده. فشينج فرحت جدا وقالت إنها عايزة تشارك في المسابقة دي. فجاي قال لها تمام، لازم يستعدوا للمسابقة، وهما نفس التخصص، فلازم يكونوا مع بعض. وشينج كانت مبسوطة جدا، وسينان باصص عليها وبيفكر وبيقول في نفسه إن المرة اللي فاتت نادر ألاقيها مبسوطة كده عشان موضوع زي ده. بعدها جاي غير الموضوع وقال ايه هي اخبارك خلال السنين اللي فاتت. فشينج لسه هتتكلم، سنان رد وقال عشان انا على طول معاها، هي هتضحك على طول وهتبقى كويسة. فجاي باصص عليهم ومتنح، وبعدين قال انت بتقول ايه يا سنان؟ مش لازم تقول كده عشان شينج بتتكسف، كفاية ما تغزلش فيها قدامي عشان هي بتتكسف. بعدها شينج غيرت الموضوع وقالت انت بقى عندك حبيبة ولا لسه؟ فرد عليها جاي وقال لها انه ما عندوش حبيبة، بس هو معجب بحد ولسه ما اعترفلهاش بمشاعره، وقال لها البنت اللي بيحبها هي بتحب حد تاني، عشان كده هو لسه ما اعترفش ليها بمشاعره. فشينج فضلت تواسي فيه وقالت إنه هيروح الجامعة قريب، وأكيد هيقابل بنات كتير وهيحب فتاة تاني. فرد جاي عليها وقال لها إنه هيستناها حتى لو طال الوقت. وسينان قاله ما ترفعش سقف أحلامك وأمالك، ممكن البنت اللي بتحبها تتجوز اللي بيحبها في نهاية الأمر. فرد جاي وقاله حتى لو هي اتجوزت مفيش حاجة هتتغير، برضو هستناها. فشينج وسنان استغربوا من رد جاي جدا. بعدها سنان رد ببرود وقاله بالتوفيق مادام انت مصمم. نيجي لبعد كده، شينج وسنان مشيوا، وشينج بتقول انت ليه قلت كده لجاي؟ المفروض تواسي فيه،
لازم تكون شخص لطيف معاه. بعدها سنان غير الموضوع وقعد يناقر فيها ويهزر معاها. بعدها هي قالت إنها عايزة تكون كاتبة، فرد سنان عليها وقال لها هو هيكون معاها مهما هي اختارت ايه. فهي فرحت جدا وقالت عشان السبب ده إنها بتحبه، عشان هو جنبها مهما هي اختارت ايه. نيجي لبعد كده، فجأة في حد خبط على الباب، فشنج فتحت الباب هي وسنان، وطلع صديقهم أيان. بعدها سنان وصديقه كانوا في الغرفة، وصديقه بيقول إنه محدش كان عارف إنكم هتعيشوا مع بعض تحت سقف واحد. وفضل يتكلم مع سنان عن شينج. نيجي لبعد كده، تاني يوم هما التلاتة جاهزين للذهاب للجامعة. ونروح للجامعة، كان في طلاب كتير وسنان وشينج واقفين، وفي بنات واقفة ومعجبة بسنان وبيتكلموا عليه. طبعا شينج واقفة وبص على البنات دي وغيرانة على سنان. بعدها سنان قال لشينج إن كل واحد هيروح لفصله، وقال لها إنها تستناه عشان تروح معاه، وهو مشي. بعدها شينج واقفة، هي طبعا ما تعرفش حد في الجامعة، بتبص لقيت شباب عمالة تعاكس في بنت، فهي بتبص لقيت البنت اللي قابلتها قبل كده ساعة موضوع الكلب. فشينج راحت عند البنت دي، فلسه هتسلم عليها وتتكلم معاها، البنت دي قربت من شينج وقالت خليكي حكيمة وابعدي من هنا. وبكده يكون انتهى الفصل، وتابعوني في الحلقات اللي جاية عشان نكمل باقي الفصول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.